يا معلم. اوه حبيبنا، الاخبار؟ ان شاء الله كويس يا اخي. الامور شنو؟ يعطيك العافيه والله. اخبارك؟ امورك يا اخي معقوله انت المعلم الكبير ذاتك؟ يا أخي دقيقه والله يا اخي خليها مني. احنا قاعدين نسوي شنو؟ والله بس خليها مني نحن اليومين دي، بس خليها زي وحياة الله يا معلم. رايح علينا كله. يا اخي انا هسه ما جايك يا اخي، انا عندي طلبيات كثيره خلاص. طلبيات القدر كيف ان شاء الله؟ يا اخي كثيره وناس قروشهم جاهزه عديل. اصلي انت كان كده ما جايب خبر ولا عارف الحاصل شنو. كيف الكلام ده؟ يا زول دراكسية ديل. يا اخي والله الدراكسيه ده العذبونا يا اخي ديل خليهم بالنية، ديل ما كان شغاليننا محلي وكنا قبلاننا وكنا ماشييننا، لكن لما اتصل مرحبا والله يا شباب. حبيبنا مرحبا شنو يا معلم؟ اخبارك؟ حبيبنا لا انتوا هسه جايين محصلين الا حقتنا دي يعني ولا شنو كلام؟ والله يجيني يا ابو شباب. ها يا معلم بالاحساس الدراكسيه ماله؟ يا الله الدراكسية دي زمان قبال فترة كانوا شغاليننا محلي هنا داخل، هسه تعرف الناس دي وصلونا في مزارعنا، قطرالنا في رزقنا. كيف الكلام ده؟ يا زول ما خلوا شجرة كده ما قطعوها، لا ما خلوا بنقو كده قاعد ما حرقوا. استنى الزرعه الجايه يعني ولا الزرعة جاية والله كانت تنتظر الزرعة جاية. أنا ما أعرف الناس اللي عندهم قوة عديل كده هتكون قاعدة قبلها هناك. الله اكبر ما خلينا شيء والله للمكافاه. اسمع كلامي انا الاولاد اللي بيزرعوا لي في المزارع هناك ضربوا لي، قال لي يا اخي الحاصل كيت قال لي الناس دي جو حتى كمان بطيران، يطوا بطياره بدون طيار. انت يا زول في طياره بدون طيار؟ تقول شنو؟ في طياره بدون طيار؟ في طياره بدون طيار يا زول، انت قاعد وين؟ والمدير العام بتاع قوات الشرطه قالوا شنو؟ رسالة نرسلها للجماعة الزارعين الأربعة أمتار طول 4 أمتار دي، بنقول لهم إذا المرة دي جاتكم القوة بهذا الكم وبهذا الكيف، أتوقعوا إنه المرة الجاية تجيكم بكم أكبر وبكيف خلاف هذا الكيف. لأنه ده عمل ما حيجيف. والله يكون في عونكم، وانا اقول لكم حاجه، انا ذاتي الشغلانيه دي طرفي منها.